السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل أكلة كده مش بتتكرر كتير. هنعمل المخ، ومعانا هنا فصين توم، معانا حبهان، معانا بهارات، فلفل اسود، ملح، كزبرة، وهنحطهم في المية بتغلي، ونحط كمان ليمونة. والحاجات دي طبعا بنحطها عشان بتدي ريحة حلوة. بصلاية كمان، حطي بصلاية في المية. والميه لازم لما تحطي فيها المخ تبقى بتغلي، ما تحطيهاش هي ولسه مغليتش، تبقى بتغلي كده 10 دقايق بالظبط، وشيليه وبالراحه خالص عشان مش بيستحمل. خلاص كده هنطلعه ونسيبه يهدى، ما نقطعهوش وهو سخن خالص. مجهزين معانا بقى بقيه الوصفه والمكونات اللي هنشتغل بيها. معايا معلقة حلوة توم، معايا فلفل، هريسة الفلفل الأحمر بس باردة، وعليها حتة صغيرة من الأخضر الحامي. معايا بيض، معايا بقدونس، ومعايا أو كزبرة، ومعايا ليمونة. كده خليته برد خالص زي ما شايفين، مش بطلع بخار زي الأول كده، وهدي. وهقطعه بأي طريقة تقطعيه بيها، مش بس ما تهرهوش، يعني شرايح صغيرة أو أي كان كده. طبعا انا ما عملتوش مش بالطريقه الفيجيتار والطريقه اللي هي الاغلبيه منتشره يعني. هي حلوه وكل حاجه، بس مش موفره، يعني مش هتكفي عيله بتاكل، مش هيكفي، لان المخ في طبيعته صغير. لما تعمليه بالفيجيتار والكلام ده، هيبقى مثلا مع فشة ومعاه كبدة ومعاه حاجات كتير، بحيث ان لما حد ياخد قطعة او اتنين هيعرف يكمل من بقية الاكل. انا هنا معايا الطاسة بتاعتنا طبعا، دي اللي ما نقدرش نستغنى عنها خالص، وحاطة فيها معلقة زبدة حلوة كبيرة كده ومعلقتين زيت. هنحط معلقة الثوم. الطريقة هنا عايزة اقولك الريحة بتاعته والطعم يعني هيعجبك جدا، كأنك بتعملي شاورما، بتعملي كبدة، الريحة الجميلة دي. هنعمل زي ما بنعمل في الكبدة، ان احنا بنحط معلقة الثوم كبيرة حلوة كده، وبندبلها تتبيل، ما بنخليهاش تاخد لون خالص. زي ما شايفين كده، انا مزودة هنا الزبدة عشان مكوناتنا طبعا، وعشان يدي طعم حلو ويدي ريحة حلوة. هنديها تقليبة زي ما شايفين كده، مش هنخليها تاخد لون. ومعايا الهريسة بتاعت الفلفل الأحمر. طبعا دي كنا مخزنينها من السنة اللي فاتت وأنا بستخدمها. ما شاء الله بصراحة، الواحد يعني أحسن حاجة تستخدميها أو تخزنيها، لأن بتستخدميها في حاجات كتيرة أوي. وهي عشان مش حامية، فأنا خرجت عليها زي ما قلنا ربع قرن كده حامي. ومعانا هنا فلفل اسود، كمون، كزبرة، وقلبناهم كويس جدا مع بعض. وهنحط هنا المخ زي ما احنا شايفين. لما بيبقى على النار بيستوي اكتر، يعني هيبقى القطعة دي هتبقى صغيرة لان هيتفتت من بعضه شوية، ولكن مش هيتعجن ولا حاجة ويتهري والكلام ده. انا كده قلبته عشان يشرب من التتبيلة دي وهو على النار، وههدي النار على الاخر، على الاخر خالص، وهغطيه 10 دقايق بالظبط. يعني تهدي خالص، و10 دقايق وتفتحيه. بصوا اهو، شايفين القطعة كانت مدورة وكده، يعني ما شاء الله طعمه هيعجبك. لو شمين الريحة عاملة ازاي، تحس ان في يعني كأنك بتشوحي كبدة، يعني ريحتها جميلة جدا وهيعجبكم. والطريقة دي حلوة، وفي نفس الوقت يعني خلينا صراحة، المخ غالي، فمش هينفع نجيب مثلا كمية كبيرة منه. فاحنا جبنا واحد بس، وبنعمله بالطريقة دي بحيث انه هو يكفي كذا فرد يعني. كده خلاص، شايفين الشكل يعني لوحده جميل جدا. وهنحط فيه البيض بالشكل اللي احنا شايفينه. اهالينا طول عمرهم بصراحة بيعملوه لنا بالبيض. طبعا الناس بتطلع مثلا وصفات جديدة وكل حاجة، بس احنا بندور على اللي ينفع يوفر معانا او يكفي، يبقى اقتصادي يكفي العيلة كلها، يعني ما اعملش من مخ واقعد ادور على حاجات كتير تاني اعملها تكلفني مبلغ جامد قوي يعني. وكل الطرق، يعني بصراحة تحية وتقدير لكل الوصفات وكل الطرق لأي حد بيعملها.
احنا مع بعض بنذكر بعض بس بالوصفات اللي ممكن نعملها، بحاجة ممكن حد يبقى ناسيها. طبعا انا ما قلبتش البيض جامد، بس انا يعني فكيت البيضة كده، مش بقلبها قوي، وهديت عليها خالص خالص خالص. الوصفة دي في طبيعتها مش عايزة نار عالية، وكده خلاص. الطبيعي بصراحة ان هي تتقدم بالطاسة بتاعتها كده، دي تقدميها بالطاسة بتاعتها كده وبالعيش البلدي، تتاكل بألف هنا وشفا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ جميلة. وبصوا الكمية، انا لو عملت المخ بأي طريقة من غير البيض ومن غير المكونات دي مش هتلاقي فيه حاجة بسيطة. تاني، اللي عايز يعمله بالطريقة دي هيحتاج يعني بطريقة الفيجيتار والكلام ده، هيحتاج كتير معاه، هيحتاج كبدة، وهيحتاج فشة، وهيحتاج تبقى أكلة متكاملة من الحاجات دي يعني. طبعا احنا ما قدمناهوش بالطاسة زي ما هو عشان تصوير كده، فعملناه في سرفيس مدور، وعملنا جنبه بابا غنوج، وعملنا بتنجان مخلل، وعملنا سلطة، وعملنا سرفيس كبير من البطاطس المحمرة، وزيناه كده بالبقدونس. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. البطاطس طبعا رشين عليها الكزبرة والكمون والكركم والكاري، مخلي ريحتها جميلة جدا جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. انا عايزة اقول لكم الريحة جميلة جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. شكرا لكم حبايبي ولمتابعتكم. وعايزة أشكر جميع المتابعين الجدد في قناتي، والمتابعين كمان القدام. كلكم ليكم التحية والتقدير، وشرفتوني ونورتوني في قناتي. يا رب يسعد قلبكم ومراديكم فضلا ليس أمرا. ما تنسوش تدعوا ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين، ويرضينا ويرضيكم أجمعين يا رب العالمين. ما تنسوش الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا ليكم ولمتابعتكم فضلا ليس أمرا. اللي بيتفرج على الفيديو يدوس على اللايك عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة، وإن شاء الله نقدم لكم كل جديد بإذن الله يعجبكم. شكرا ليكم ولمتابعتكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.